السلام عليكم ورحمة الله. طبعا لازم واحد يرحب بإخوتنا الراجعين الطيب الصافي، والناس اللي بيجوا وراه. طبعا الناس الشريفة بعد ما اكتشفت الناس أن ثورة فبراير للخراب وللدمار و5 سنوات من الدمار. باقي ناس خلينا ندرسوها شوية معلش مع بعضنا. باهي لما شخص يطلع يقول لكم أنا بنخلي ليبيا نار حمراء جمر وستفتح المخازن، قصدي في جمر أكثر من الجمر اللي احنا عايشينه؟ ما نظنش. بعدين يجيك واحد يقول لك هو راجل كويس يقدر يفجر المطار ويفخخ البلاد قبل ما يطلع. هو أول شيء قدافي يبي يحكم، يبي يقعد، ما يقتلش شعبه. هو يبي ناس يحكمها، مش يبي يقتل الناس ويقعد على الأنقاض. هذه أول حاجة. ثاني حاجة، هو جهلك. هو جهلك، تعرفش معناها جهلك؟ يعني هو يعرفك انك انت لو خلاك وتمسك الحكم بعده حتفسد لانك انت جاهل. يعني هو ما يقتلكش بيده، هو جهلك، فهذا موت البطيء اسمه. يعرف شنو يصير، يعرف شنو بيصير. شوفوا انتوا لاحظوا ان هو قدر يمشي البلاد، انه يعرف ان الناس شنو تبي. الناس تبي عيشه، امان وفلوس. فهذا هو، ما قربهمش في اكل عيشهم اللي هو كقوت اليوم. احنا تو للاسف الدولار زايد، المعيشه غليت، الامن ما فيش، من كل النواحي للاسف متضايقين الناس. ولاحظوا ان في 2012 و2013، بدايه 2013 وحتى نهايه 2011 الناس نغنغت، ما فيش حد ما استفادش في الفتره هي في البدايه. ليش؟ لان في المجلس الانتقالي اللي يسموه فيهم التكنوقراط، هم ناس نتاع البقايا المنشقين من النظام القذافي. هذو الناس عندهم خبره ويعرفوا الناس شنو تبي فلوس. الناس اعطيها فلوس ترتاح. جفت الفلوس ولوا علينا احنا وداها من الجدران. معلش، وقت كيف كان في نفط، وقت كيف كان في نفط كان الميليشيات تخنب والمؤتمر مستفيد والاحزاب مستفيده وكل الناس مستفيده. لكن وقت جفت ولوا كلها على بعضهم وبدون التقشف. وقت البلاد كانت مستاسعه وقلنا لهم يا ناس البنزينه حرام تتهرب والمواد الغذائيه حرام تتهرب، لا وكيف وكذا كذا. توا بدو يبوا يطبقوها لان البلاد فلست، ما عادش في نفط. وقفوا لنا روبن هود برقه، وقفوا. هو السبب، هو اللي يوقف الدنيا كلها. راه ما شاء الله روبن هود طلع بيبيع سفينه، اهم شيء يطز في الاخوان. السلام عليكم.